في أوقات كتير بتحس إن الدنيا مليانة ظلم، إنك عملت كل حاجة صح ومع ذلك لسه الظلم موجود. النهاردة مش جاي أقول لك ارضى بنصيبك وخلاص، جاي أقول لك على سر الرضا اللي بيخلي الواحد يقف على رجليه وهو قوي جدا مش ضعيف. وفي آخر الحلقة هقول لك على سر لو فهمته هتبطل تستنى الفرج عشان ترتاح، وهترتاح قبل ما يجيلك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم، أنا محمود الحديري بقدم محتوى ديني بأسلوب مناقشاتي، يعني بنتكلم بنفكر بنسأل. لو عايز محتوى ديني يخلي عقلك يشتغل مع إيمانك أنت في المكان الصح. لو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الأول صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة لازم نعرفها، الرضا مش معناه إنك مبسوط بالوجع، الرضا معناه إنك واثق إن في حكمة حتى لو مش شايفها دلوقتي. فرق كبير بين الرضا والاستسلام. الاستسلام إنك تسيب نفسك للظلم وتقول ماليش نصيب، إنك تدافع عن حقك عشان ربنا كاتب كده، ده مش رضا، ده هروب. الرضا إن قلبك يكون مطمئن بس إيدك تفضل شغالة، عينك تفضل صاحية، لسانك يفضل يتكلم. خلينا أحكي لك قصة أيوب عليه السلام. أيوب ربنا اختبره بكل حاجة، صحته راحت، فلوسه راحت، عياله ماتوا، كل حاجة راحت منه. أيوب عليه السلام صبر وما اشتكاش للناس، اشتكى لربنا بس. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لما صبر وما اشتكاش ولجأ لربنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ربنا رفع عنه البلاء ورجع له كل حاجة وأكتر، بس إمتى؟ بعد الرضا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف رجم بالحجارة لحد ما دمت قدمه وشج رأسه واغمى عليه صلى الله عليه وسلم، ولما فاق جاله سيدنا جبريل ومعاه ملك الجبال قال له لو شئت يا محمد أطبق عليهم الأخشبين، يعني أدمره. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. شايف؟ في أشد الوجع قلبه كان رحيم مش مقهور، مش بيطلب انتقام. ده بقى الرضا بقلب قوي، ده ثقة إن اللي بيحصل ده مش نهاية القصة. واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أسيب الناقة بتاعتي وأتوكل على الله، فقال له لا، اعقلها وتوكل، يعني خد بالسبب وبعدين توكل على الله. يعني اعمل اللي عليك الأول، اربط، ادرس، اشتغل، دافع عن حقك وبعدين سيب النتيجة، مش تسيب الشغل. وعندك سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، ربنا اختبر سيدنا إبراهيم بأغلى حاجة عنده، قال له ضحي بابنك. إبراهيم مش مستسلم، هو راضي بقلب واثق. راح لابنه قال له إيه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إسماعيل عليه السلام قال له إيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر. ده رضا من الاتنين. إبراهيم عمل كل حاجة عليه السلام، جهز السكينة، حط على رقبة ابنه، ده عمل بس قلبه واثق بربنا. وفي اللحظة الأخيرة ربنا فداه بكبش. يعني الرضا مش إنك تنام، الرضا إنك تشتغل عشان تنام مرتاح. طيب إزاي نتعلم الرضا؟ مش بالكلام، بالتدريب كل يوم. أول حاجة افصل بين اللي في إيدك واللي مش في إيدك. دراستك في إيدك، نتيجتها مش في إيدك. شغلك في إيدك، ترقيتك مش في إيدك. دفاعك عن حقك في إيدك، النصر مش في إيدك. اعمل اللي في إيدك وسيب اللي مش في إيدك، يعني خد بالسبب وسيب النتيجة على ربنا. تاني حاجة ادعي بس بطريقة تانية، مش يا رب غير حالي، قول يا رب غير قلبي. عشان الفرج مش بس ان الوجع يروح، الفرج الحقيقي
انك ترتاح وانت في الوجع. تالت حاجة، فكر في النعم اللي لسه معاك، ايدك اللي شغالة، عينيك اللي شايفة، قلبك اللي بيدق. ناس كتير مش لاقية النعم دي. خليني اقول لك على حاجة في النهاية، الرضا طريقك للجنة، مش هدف تقف عنده. الرضا في القلب والعمل في الايد. الرضا مش يعني تنام، يعني تنام مرتاح وانت بتشتغل. واللي بيرضى بقضاء ربنا، ربنا بيرضى عنه وبيرزق من حيث لا يحتسب. بس في سؤال بيجي في دماغ كل واحد، طيب لو انا راضي معناه اسكت عن الظلم؟ معناه ما طالبش بحقي؟ معناه ابطل اشتغل وكافح؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. الرضا ضعف ولا قوة؟ ازاي تكون راضي بقلبك ومجاهد بايدك؟ ولو سمعت الحلقة دي كويس، الحلقة الجاية هتكمل لك الصورة. شكرا ليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف انك استفدت، اعمل مشاركة للحلقة واكتب لي في التعليقات امتى حسيت ان ربنا راضي عنك رغم الوجع. اشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.